الفيديو ده لأي حد مهتم بالحياة الصحية. لو حد بيعمل دايت او حد ما بيعملش دايت، لو حد خلص الدايت وعايز يثبت، لو حد بيثبت، لو واحدة عاوزة تخلي بيتها كله ياكل صحي، لو ولادك بيعملوا دايت او ولادك بيتمرنوا. هو اصلا ايه افضل انواع من الاكل وندخلهم ازاي مع بعض؟ فيا ريت تساعدونا ان الفيديو ده ينتشر عند اكبر عدد ممكن من البشر عشان نعمل مجتمع كامل صحي. الفيديو ده من افضل الفيديوهات اللي انا هتكلم فيها في الاكل تحديدا، فخليك معايا لان هتستفاد جدا 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 جدا. وقف الفيديو واكتب لنا تاريخ اليوم اللي هتشوف فيه الفيديو عشان يمكن هو ده اليوم اللي يغير كل حياتك. بصوا يا جماعه، احنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ايه افضل نوع من انواع النشويات، وايه افضل نوع من انواع البروتين، وايه افضل نوع من انواع الفاكهه، وايه افضل نوع من انواع الخضار، وايه افضل نوع من انواع الدهون، وازاي ندخل كل نوع مع بعضه، وازاي نعمل دوت عشان ناكل كويس. وتقريبا دي طريقه اكل انا، يعني لو اي حد جه في باله قبل كده هو انا باكل ازاي، انا قلت لكم انا باكل صحي تماما، ما باكلش حاجه غلط خالص. وفي اعياد ميلادي، كان لسه عيد ميلادي من اسبوع، في اعياد ميلادي اللي فاتت انا ما باكلش تورته، وفي عيد ميلاد بنتي ما اكلتش تورته، وهكذا. بصوا يا جماعه، افضل نوع نشويات على الاطلاق بالترتيب البطاطس، ثم الشوفان، ثم البطاطا، ثم الرز البني، ثم الرز العادي، ثم المكرونه، وثم العيش. طيب هنستفاد ايه من المعلومه دي؟ يعني لو انت يا صديقي هتاكل نشويات 3 مرات في اليوم مثلا، يعني فطار وغدا وعشاء، انت راجل مش عامل دايت وعاوز تاخد نشويات في اليوم، هل ينفع تبقى عيش مكرونه عيش؟ لا، لان انت خدت الثلاثه السيئين اللي في الاخر. المكرونه والعيش هما الاسوأ في كل اللي فاتوا. خلاص، طيب لو انت هتاكل نشويات في وجبتين، ينفع تبقى مكرونه وعيش؟ برضو لا. طب ممكن نعمل ايه؟ خلي وجبه فيهم مثلا بطاطس، عشان دي نشويات افضل شويه. هي الافضليه في ترتيب النشويات من حيث الجوع والشبع ومن حيث ضررها لجسمك، فاحنا مش عاوزين نشرح قوي عشان ما نتوهش، احنا بس هنديكوا ايه الامثله. فيبقى لو انت هتاخد نشويات مره واحده في يوم ممكن تبقى مكرونه او عيش. طب لو هتاخدها مرتين في يوم، خد واحد من الحلو وواحد من القليل شويه، انت اعمل ده بقى معاك. طب لو انت ابنك رياضي وعاوزه ياكل كويس، خليكي في البطاطا والبطاطس والشوفان. طب لو عايزه ياخد في الغدا، احنا مثلا قلنا في الغدا رز ومكرونه وعيش، ايه الافضل فيهم؟ الرز. فيبقى ده ترتيب النشويات، وانت اعمليه بالحاجه اللي تليق بحياتك. لو انت هتاكل نشويات 3 مرات، قلنا ما تخليهمش التلاته ايه اللي هم اسوأ الحاجات. قولوا لنا انتوا فاهمين الحته دي، عشان مش فاهمينها والله اعمل فيديو تاني لانها هي مهمه قوي. طيب افضل انواع الفاكهه هي الفاكهه اللي ما فيهاش جلايسيميك اندكس عالي، اللي ما فيهاش حمل جلايسيمي عالي، اللي ما فيهاش سكر كتير والياف قليله. طب نرتبها ازاي؟ اول 3 الفراوله والافوكادو والتوت البري، يجي بعديهم حته كده اللي هي فيها التفاح والكيوي والبرتقال، دول قريبين من بعض. يجي بعديهم الموز، ويجي بعديهم التين ويجي بعديهم العنب، ويجي بعديهم البطيخ، ويجي بعديهم المانجا. خلاص. طب هل في فاكهه ممنوعه؟ لا طبعا ما فيش فاكهه ممنوعه، بس لو الاسبوع بتاعك كله عنب ومانجا وموز، انت هتلاقي نفسك بتجوع كتير وبتاخد سكر كتير ومش بتحرق كويس. فهنخلي حبه من فوق وحبه من تحت. لو انت بتخس قليل جدا، فلو هتاخد فاكهه تاخدها من ايه؟ ايوه، تاخدها من فراوله او توت بري او افوكادو. لو انت بتخس عادي خد من اي فاكهه عادي. طب هل تاخد فاكهه لو انت في يوم واحد ينفع تاخد فاكهه مثلا يعني بطيخ وعنب ومانجا؟ لا، خليه حاجه من الكويسه وتقل بالتدريج. فدي تاني حاجه. طيب تالت حاجه الخضار. الخضار خلينا نقول التقسيمه دي انا عاملها كده مع نفسي. فالخضار خلينا نقول ان في الافضل على الاطلاق هو السبانخ والملوخيه والباميه، لان دول فيهم مضادات اكسده عاليه جدا، فيهمش اي نشويات، فهم ملائمين جدا ان لو انت عامل دايت ينفع تاخدهم كل يوم بكميات عاليه. طيب نيجي بعد كده للاقل شويه اللي هي البقوليات، الحاجات البقوليات اللي فيها ايه، اللي مثلا زي العدس يعني، وزي حمص الشام، وزي اللوبيا، وزي الفاصوليا، دول فيهم نشويات وفيهم ايه، بروتين. طيب هل لو انت كل يوم هتاخد نشويات يبقى تلجأ لدول اكتر؟ لا، هنقللهم شويه، موجودين بس نقللهم شويه. فدي البقوليات بنتعامل معاها كده، ان ما تاخدهاش كتير قوي مع نشويات كتير قوي. ان ممكن تاخد 3 اطباق سبانخ مع الرز، مفيش مشكله. انما ما تاخدش مثلا بسله كتير جدا جدا مع عيش كتير جدا جدا جدا. ده مش دايت، ده بس ايه، ان انا افهمكم احنا بنختار الاكل بناء على ايه. طيب نيجي بعد كده للدهون. زيت زيتون، زيت جوز هند، زيت كتان، ويجي بعديهم زبده وسمنه بلدي. طبعا مش هنجيب سيره الزيوت المهدرجه، مش هنجيب سيره الحاجات التانيه، دي سيئه جدا جدا جدا، ما تاخدوهاش. طيب الحاجات اللي بتسكر، انا اميل دايما لستيفيا وعسل. لو انت مش عامل دايت ينفع عسل، لو انت عامل دايت انا مش بحب العسل في الدايت. وبعد كده ما يجيش بعدهم اي حاجه، مفيش سكر خالص.
خلاص. يجي بعد كده البروتين ده بقى لو احنا هنختار حاجات من الفطار، الجبنه القريش والبيض افضل من الفول شويه، بس برضه ينفع كله عشان احنا قلنا الفول فيه نشويات، بس دي بنسب قليله يعني ينفع تاخدها، بس دي يعني الافضليه للجبنه القريش والبيض. طيب بالنسبه لبتاع الغداء، الاسماك دي افضل دايما من اللحوم، بس الفروق قريبه شويه، فسمك، سلمون، تونه، بعد كده صدور فراخ واللحم المشوي، كل دوت كويس جدا جدا، فالبروتين الافضليه بتاعته مش بعيده قوي. فده من الاخر مثال لكل الاكل انك تختار ازاي. يا ريت شريف يعملهم لنا كده، حاجات بقى اللي بتتعمل بالمونتاج وكده، وتعملوا سكرين شوت وتعرف كويس هتختار ايه مع ايه مع ايه مع ايه. لو انت استفدت من الفيديو ده فريت تقول لنا، ويا ريت تقول لي رايك لو انت كملت معانا لاخر الفيديو، هل المحتوى ده بيفيدك ولا لا؟ عشان زي ما قلت لك فعلا رايك يهمني، لان دي اكتر حاجه بتخليني اصور تاني فيديوهات، ودي اكتر حاجه بتحمسني ان انا افضل معاكم دايما. احنا قلنا ان الرحله طويله واحيانا بتلخبط، فانا حاولت اسهلها لكم. دايت الابطال لو عايز تتابع معايا اونلاين، هنسيب لينك دير يور بادي تحت، وهنسيب ارقام الواتساب ينفع تحجز منها. المتابعه الاونلاين زي العياده بالظبط، مفيش اي فرق، بتبقى فيديو كول معايا والاعداد برضو بتبقى معايا، فممكن نبدا الرحله سوا يا صديقي، وربنا يكرمنا ان شاء الله. سلام.